عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فطيره معمره او خبزه معمره بحشوه لذيذه بزاف وبعجينه رائعه كتجي هشيشه وكتذوب في الفم. تابعوا معايا الفيديو، كنتمنى انه يعجبكم. عندي هنا 400 غرام ديال الفورز دقيق الابيض، غنضيف عليه نص معلقه صغيره ديال الملحه. من بعد غادي نضيف عليه معلقه صغيره ديال سكر سنيده ومعلقه كبيره ديال خميره د الخبز، وغادي نضيف 2 معالق كبار ديال ونص خماره د الحلوى خميره كيميائيه و2 معالق كبار ديال زيت المائده. غادي نخلي لكم المكونات في صندوق الوصف. وغادي نضيف عليهم يوغورت طبيعي دانون مسوس، غادي نبدا نجمع العجينه غنضيف الماء دافي، غنبقى نضيف حتى غادي نحصل على عجين متماسك ما كيتلصقش. غادي ندلكها بيدي بحال ما هكا شي شويه. منين غادي ندلكها غادي نغطيها ونخليها تخمر بين ما وجدت الحشوه. عندي هنا بصله مشلضه رقيقه، 2 كورجيت محكوكين وخيزو محكوك، عندي شويه الكمون، شويه السكينجبير، شويه الملحه، الخرقوم بلدي، التحميره والبزار، وعندي 250 غرام ديال الكفته و2 معالق كبار ديال زيت المائده. غادي ندير في مقله 2 معالق كبار ديال زيت المائده وغندير في البصله ونخليها تشحر شي شويه. من بعد غادي نضيف عليهم خيزو الكورجيت اللي حكيت وغادي نخليهم حتى يدبالوا. عاد نضيف عليهم الكفته، كنضيف الكفته كنفتتها كنضيف العطريه اللي ذكرت. غادي نخلي لكم جميع المكونات، غادي نكتبهم في صندوق الوصف. غادي نخليهم يتشحروا. منين غادي نقرب نطفي عليهم غادي نضيف 2 معالق كبار ديال المعدنوس. انا كان عندي في الفريغو، الا كان عندكم طري ديروه من الافضل. غادي نحركهم واحد 2 دقائق وغادي نطفي عليهم. بالاضافه للكفته كناخذ زيتون خضر مقطع وكميه ديال الفرماج احمر محكوك. العجينه هي هذه خمارت، غادي نقسمها على 2. غادي ندير كره كبيره وكره متوسطه الحجم. كندير كره كبر، كره صغر من كره بحال هكا. غادي نغطيهم ونخليهم واحد شويه باش يطلقوا. بيد ما دفات الحشوه كنخليها غير كتدفى ماشي كتبرد، باش تعاونني ان ديك الفطيره كتخمر بالزربه. كناخذ الاطار اللي غادي ندير فيه الخبزه، انا دهنته بالزيت. انا خدت هذا الاطار، الا كان عندكم مول على شكل دائري استعملوه. دهنتها بالزيت. غادي ناخذ الكره الكبيره، كننزلها بالدلاك وكندير الفورس باش ما تلصقش. غنزلها حتى يولي السمك ديالها واحد 2 مليمترات حتى ل3. كيف كتشوفوا غادي نلويها بالدلاك غير باش نديرها في وسط الاطار. غادي ننزلها في الاطار وغادي نقادها. غادي نحاول انني نوقف ليها دوك الجناب ديالها نلصقهم في المول باش نلقى كيفاش ننزل الحشوه من الوسط. كنوقفهم بحال هكا. من بعد كننزل الحشوه الكفته خلطتها مع الزيتون الخضر. غادي نحاول انني نوزع هاد الحشوه على الخبزه كامله. من بعد غادي نرش الفرماج احمر محكوك من الفوق. وغادي ننزل الكره الصغيره حتى يولي السمك ديالها 2 مليمترات، وغادي نحاول انني نحطها من فوق الحشوه. الا كانت كبيره نقصوها باش ما تجيناش العجينه كثيره بزاف. كنحاول انني نغطي الحشوه كامله بهذا الشكل هذا. وهاد الجناب اللي كنت خليت باش ننزل الحشوه الا بانوا لي انهم كبار بزاف كنقص منهم باش ما تجينيش العجينه كثيره. كنخلي غير باش نسد الفطيره ديالي وصافي. كنبدا نسدها بحال ما هكا.
كنتاكد انها مسدوده مزيان باش ما تخرجش الحشوه في الطياب. من بعد كنجيب فورشيط منها للتزيين، منها كنتاكد ان هاد الجوانب مسدودين باش ما تخرجش الحشوه في الطياب كيف قلت لكم. غادي نخليها تخمر واحد ربع ساعه، ما كتاخذش الوقت بزاف. من بعد ما دازت ربع ساعه كناخذ بيضه كندهن بها الوجه ديال الفطيره باش يجي داك اللون الذهبي. صافي كنكون الفران كنسخنو مزيان. شعلت الفران من قبل بواحد 10 دقائق. غادي نرش عليها انا جنجلان من الفوق. الا كان عندكم نتوما الخشخاش فرماج او تخليوه بحال هكاك تزيين حسب الرغبه. كنرش جنجلان، وكيف قلت لكم الفران راني شعلته من قبل وسخنته مزيان. غادي ندخلها الفران، ما غاديش نجهد عليها ونخليها حتى تبان لي انها تحمرات ونهبطها لتحت تكمل التحمار ديالها. كناخذ قبل كوردون كندير ثقب غير من الفوق، ما كننزلش حتى لتحت باش ما تثقبش الطبقه اللي من التحت. صافي وكندخلها للفران نخليها طيب على خاطرها حتى كتحمر. وهذه هي منين خرجتها من الفران. ما خداتش الوقت بزاف، تقريبا واحد نص ساعه، ما تعطلاتش بزاف. غادي نقسمها لكم باش تشوفوها من الداخل. صراحه جات رائعه سهله وبسيطه وما خداتش الوقت حتى في التحضير ديالها، ما خداتش الوقت. وهاد العجينه ديالها كتجي هشيشه بزاف وما كيكون المذاق ديال الحشوه غالب، ماشي الخبز اللي غالب. ممكن ديروها للعشاء او الكوتي، يعني الا درتوها للعشاء عشاء خفيف كتجي بحال ما هكا من الوسط. كنتمنى انكم تجربوها. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي جيم، ولا ما كنتوش معايا في لاشين تابوناو معايا، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. وشكرا على المتابعه.